الأستاذ عمر الملكي والأستاذة نسمة. ذكرى أنها القلب تسمو على شخص يخلق يهديك الشوق والحنين وتربيه وجهه وعلى نفسه، ولا أنت أبعد ولا أنت بقلبه كي ينسى، ولا أنت أبعدته عن هواك ليعشقك دون أن ينسى. هل كل يعلم بحبه لك إلا أنت؟ ومع هذه الكلمات الفواحة والإحساس الوهب من أدب الراقي واحد الشام والأم مبارك النجادي قبيل المرجع على الوضع. حينما تبتسم المنيمات، حينما تنحرف النيمات، حينما تبتهج الورقات، حينما نحظى باستقبال أرقى الشخصيات، تقف الأقلام وقفة لبضعة الألفاظ والمعاني والصور. مساء الولاد والأدب في وجود رونق الشعر في يومه، فبلغ من ذهب فيه قيس الإبداع إلى مقام المبدعين. لكم من معنا واسمع بعض الشغل والتقدير والسكر الفاضل والمالوكي والدكتور الفاضل والدكتور الشيخ. بس بكم لقد علمت هذه الكلمات بجمرة في الأفق. أيا جمرة في الأفق عليك بتعلق الخلق لما قبل الوعد الوثيق ولما غرب القلب الأليق. فالاستقبال عن تعيش أم أنك بارعة في كبار الشوق. كفاكي تلعب فوقا غريبا في بحر الهوى والملك. فأنزق روحي أمام المنطلق وصرح الرجل وصرح الرجل ولا قلق. فيا محبة العناق والورق، فيا محبة العناق والورق، لطفا بفقير الثروة الأحمق. فيا محبة العناق والورق، لطفا بفقير الثروة الأحمق. فما أحببت سواك يا زهرة المشرق، فإن هجرك القلب الأنيق. سأظهر في وجه العميق حتى يأتيني القدر بنبأ الحق. وسأحتفي من الصهراء سواك لعلها تمسي ما الأعلاق. وما جنوحي من النمارة وما جنوحي من النمارة سوى شعلة صبابة في عروق. فأنطتي سهرة النباق كالمزاق. وسأصيح في الثرى صيحة الوالق. رويزتي يا شمس المغرب والمشرق، فإني علول في غيابك يا رحيقي. وتالله قد تستهدف بعد انفراق، وتكبر دمعي ودمي من شدة الضيق. فذلك من هواك سوى طعم الاحتراق. وهكذا أهجو هذه هجوة كثير من فرزدق. فلما غضب القلب الأنيق يا محبة العناق والورق. لدي وقتان. الوضع الأولى لخبر هذا المساء الدكتور القاضي سيد نور يومي. ثانية تأتيها إرادة نفسه
إليك الدكتورة فضيلة